تشهد المنشآت القاعدية فضائح جديدة، فبعد الطريق السيار شرق غرب ها هو الطريق الوطني رقم 27 بجلمة ينهار أيضا بعد انزلاق للتربة بين بلديتي بوهمدان وبرج سباط. هذه ظاهرة طبيعية تحدث على مستوى شبكة الطرق سواء كانت ولائية وطنية أو بلدية وعلى المستوى الوطني. إذا من جراء نظر خصوصية هذه الولاية، تعتبر ولاية معروفة بالتضاريس الصعبة بانزلاقات التربة، وعلى هذا الأساس وزارة الإنشاء العمومية خدات هذه الولاية كعينة من ولايات كل الولايات لإنجاز دراسة شاملة لكل الانزلاقات على مستوى محاور شبكة الطرق. المنطقة التي صنفها المسؤولون بغير المستقرة لما تشهده من انزلاقات على مدار أيام السنة استدعت إجراء دراسة معمقة لتحويل مسار الطريق مؤقتا وتسهيل حركة المرور. الحل اللي قمنا رانا ندرسوا فيه صافي منذ عدة أشهر، وإيجاد حل نهائي لهذه المنطقة، وهو طريق اجتنابي على مسافة حوالي 700 متر. الدراسة راهي في طريق الإنجاز، رانا نديروا في الدراسة. عندما ننتهي من الدراسة راح ننطلقوا في إنجاز مشروع هو لا ديفياسيون سور 700 متر باش نيفيتيو كاريمون نهائيا هذه المنطقة المستقرة. وإن تمكن التقنيون والمهندسون من إصلاح التشققات التي تسبب فيها انجراف التربة لتمكين المركبات من العبور مؤقتا، إلا أن الشروع في أشغال تحويل مسار الطريق المهدد بالانهيار على مستوى العديد من النقاط بات أكثر من ضرورة. هي وقفة احتجاجية